كلنا بيكون عندنا شرابات كده ما لهاش اخوات أو حتى كمان شرابات قديمة. الفيديو النهارده هنشوف فيه أفكار جديدة خالص ما اتعملتش قبل كده، وكلها هتكون أفكار تنفيذها سهل جدًا، وكمان هتكون برضه مفيدة أوي. حطوا بقى كده لايك جميل زيكم علشان الفيديو يوصل لأكتر عدد، وكمان يقدروا إن هم يستفادوا منه. أول فكرة بقى عندي النهارده هاستخدم فيها كده كرتونة، وبعد كده هاجيب أي حاجة مدورة وهابتدي إن أنا أقصها بالشكل ده. وبعد كده هاحط بقى الشمع بتاعي بالطريقة دي، وبعد كده هاستخدم بقى أي قماش متوفر عندي هنا قطعة جينز هابتدي إن أنا أستخدمها زي ما إحنا شايفين، بس بابتدي إن أنا أفردها كويس علشان طبعًا ما يكونش فيها أي كسرات أو أي حاجة. عندي بقى هنا الزيادة دي هابتدي كده إن أنا أشيلها كلها، بس هاسيب كده حوالي سنتي أو أكتر، بس حاجة بسيطة، وهابتدي بقى إن أنا نعمل القصاقيس بتاعتنا اللي إحنا متعودين عليها. وزي ما إحنا شايفين مع بعض هابتدي بقى دلوقتي إن أنا برضه أجيب المسدس بتاعي وأحط هنا الشمع، وأبتدي بقى إن أنا أثبتها بالشكل ده. هامشي بقى عليها كلها كده بإيدي لحد ما نوصل للنهاية، وزي ما إحنا شايفين ما بنحطش شمع كتير ولا أي حاجة، مجرد بس كده بنحط حاجة بسيطة على بس الحرف بتاعنا، وهو ده بقى هيكون شكلها. بعد كده هابتدي برضه إن أنا أحط الشمع بتاعي برضه على الحواف دي، وكل بقى اللي إحنا هنعمله دلوقتي إن إحنا هنجيب قطعة تانية من القماش بتاعنا، وهابتدي برضه إن أنا أثبتها. ممكن على فكرة أستخدم أي قماش متوفر عندي، قماش بقى طرحة قديمة، أي حاجة قديمة عندنا نستخدمها، مش لازم خالص برضه يكون قماش جينز زي ما أنا مستخدمة كده. نيجي بقى دلوقتي للشرابات بتاعتنا. زي ما إحنا شايفين مع بعض هابتدي بقى إن أنا أجيب كده شراب، طبعًا دي فردة ما لهاش إخوات خالص، وحتى كمان لو فِرَد قديمة ما فيش مشكلة ممكن جدًا نستخدمها. هاشيل بس الجزء اللي فوق كده، وبعد كده برضه هابتدي إن أنا أشيل الجزء اللي تحت، وزي ما إحنا شايفين مع بعض هنشتغل بقى في الشراب بتاعنا بمنتهى السهولة. كده خلاص بقى الشراب بتاعي بقى عبارة عن قطعة قماش، هابتدي بقى إن أنا أجيب المقص بتاعي، وكل بقى اللي إحنا هنعمله هنا هنبتدي بقى دلوقتي إن إحنا نقص القصاقيس بتاعتنا دي، ولا بمقاس معين ولا أي حاجة، مجرد بس كده بابص زي ما إحنا شايفين مع بعض كده بشكل عشوائي، بس حوالي بس كده تحسوا إن هو 1 سنتي مش أكتر، يعني ما نكبرش طبعًا الجزء اللي إحنا قاصينه ده. هاجيب برضه شراب تاني وبرضه بنفس الفكرة، هابتدي بس إن أنا أفتح الشراب، وعلى فكرة طبعًا مستخدمين هنا شرابات مختلفة جدًا، مش لازم برضه ألوان محددة أو ألوان شبه بعضها. دي كلها على فكرة كانت فِرَد عندي وما لهاش أي إخوات ولا أي حاجة، زي ما إحنا شايفين برضه بنفس الطريقة هابتدي إن أنا أعملها. وبعد كده بقى هامسك الشرابات دي كلها أو كل بقى القطع اللي إحنا عملناها مع بعض دي، وهابتدي بس إن أنا أمُطّها بالشكل ده. هاعمل هنا بقى كذا شراب برضه بنفس الطريقة زي ما إحنا شايفين مع بعض، وبعد كده بس هابتدي إن أنا برضه زي ما إحنا شايفين إن أنا بس أشدّهم كده حاجة بسيطة. بعد كده بقى هاثبّت الأجزاء دي في بعض من ناحية فوق بالشكل ده، وبعد كده برضه هابتدي بقى إن أنا أمُطّهم حاجة بسيطة، وكل بقى اللي هنعمله هنا هنعمل ضفيرة، وزي ما إحنا شايفين مع بعض ده هيكون شكلها. عملت منها كذا واحدة، وبعد كده نجيب بقى القطعة بتاعتنا اللي إحنا عملناها في الأول خالص، وهابتدي بقى دلوقتي إن أنا أثبّت بقى عليها الضفيرة بتاعتي. الضفيرة هنا بقى هتتثبّت على الجزء اللي هيكون طبعًا قليل فيها أو رفيّع فيها، زي ما إحنا شايفين هابتدي بقى كده إن أنا أحط الشمع بتاعي، وطبعًا الجزء بتاعنا هنا اللي هو بتاع الضفيرة نفسه مش طويل، فهابتدي برضه إن أنا أكمّل بجزء تاني ما فيش مشكلة خالص، لإن كده معانا شرابات طويلة وكمان برضه معانا شرابات صغيّرة، فطبعًا أكيد مش كلّها هتكون نفس المقاس اللي إحنا محتاجينه. باحط هنا الشمع بتاعي، وبعد كده بابتدي برضه إن أنا أعمل واحدة تانية برضه بنفس الطريقة، على فكرة هتمسك معانا كويس جدًا ما نقلقش خالص. طيب حابين بقى نعملها بالإبرة والخيط ما فيش مشكلة، ممكن جدًا طبعًا نعملها بالإبرة والخيط، بس على فكرة بقى أنا حابة هنا إن أنا أعملها بالمسدس عشان طبعًا ما فيش أي حاجة تبان عندي. وصلنا بقى لحد هنا، وبرضه هابتدي إن أنا أكمّل برضه بنفس الطريقة، باحط بس كده الشمع بتاعي، وبعد كده بابتدي طبعًا إن أنا أمشي بالجزء اللي معايا، كلّها كده ألوان عشوائية جدًا وكلّها ألوان مختلفة خالص زي ما إحنا شايفين، وهتدّينا برضه شكل حلو أوي. بقى آخر واحدة فهابتدي بقى إن أنا أعمل منها تعليقة بسيطة كده بالشكل ده، فيدّيني برضه شكل أحلى وأحلى. هانزل بقى تحت هنا، وهابتدي برضه إن أنا أحط جزء تاني كده في الجزء اللي تحت علشان برضه الشكل عندنا يكون أحلى وأحلى. ضفيرة بقى تانية كده صغيرة، وهابتدي بس إن أنا هاعملها على شكل فيونكة زي ما إحنا شايفين مع بعض، مجرد بس كده ما باحط الشمع في النُص، فطبعًا ثبت معايا كويس جدًا، وده هيكون شكلها من فوق. جزء تاني برضه كده، وهابتدي إن أنا أثبّت بقى الجزء بتاعي ده من ناحية تحت علشان طبعًا الفيونكة بتاعتنا تظهر، وهاحط بقى الفيونكة بتاعتي كده في النُص علشان طبعًا تدّيني شكل حلو. شايفين بقى كل أدوات الmakeup اللي بتكون عندنا وكمان بتكون عاملة زحمة جدًا، هتتلَم عندنا في الجزء بس الصغير اللي إحنا عملناه ده. عايزة أقول لكم إن هي واخدة كمية كبيرة جدًا زي ما إحنا شايفين مع بعض. ودي كانت أول فكرة عندي النهارده، حطوا بقى كده لايك جميل لأول فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكرة عندي النهارده. وتاني فكرة بقى عندنا النهارده برضه هتكون فكرة عملية جدًا، وكمان برضه تنفيذها هيكون سهل أوي. جِبت هنا كده رجل بنطلون جينز بسيط جدًا، وكل اللي إحنا هنعمله هابتدي بس إن أنا أشيل كل الزيادة اللي عندي اللي أنا مش محتاجاها، وبعد كده هاجيب بقى المسدس بتاعي أو حتى كمان الإبرة والخيط، أي حاجة طبعًا ممكن جدًا نشتغل بيها. هاحط بقى الشمع بتاعنا كده، وبعد كده طبعًا هامشّي بس إيدي كده من فوق علشان طبعًا يمسك معايا كويس أوي، وبعد كده هنقلب بقى القماش بتاعنا بمنتهى السهولة، وطبعًا مش هيبان أي حاجة خالص من الشمع اللي إحنا مثبّتينه. شايفين بقى الجزء اللي فوق هنا هابتدي إن أنا أحط كده جزء بسيط أوي من خط من الشمع، وبعد كده هاتني تانية بسيطة جدًا بالشكل ده. هامشي على بقى الحواف كلها من فوق، برضه الناحية التانية نفس الفكرة، هاحط الشمع بتاعي، وبعد كده برضه هابتدي إن أنا أتني نفس التانية.
هنا بقى هابتدي إن أنا أستخدم سوسته، وممكن طبعًا برضه نستخدم سكotch إذا حابين، بس طبعًا السوسته هتكون أحلى وأحلى. هابتدي بس إن أنا أحط هنا الشمع بتاعي، وبعد كده هاثبِّت بقى السوسته بتاعتنا بالشكل ده، وزي ما إحنا متعودين مع بعض نبعد خالص عن السحابة علشان طبعًا السوسته بتاعتنا تقفل وتفتح بمنتهى السهولة. نروح برضه الناحية التانية ونفس الفكرة، هابتدي برضه إن أنا أثبِّت الجزء التاني برضه في الناحية طبعًا بتاع السوسته التانية، وكده خلاص ثبتت والدنيا كلها تمام وبتفتح وتقفل، وطبعًا شِلنا كل الزيادة بتاعة السوسته اللي عندنا. هنا بقى هاستخدم أي شرابات برضه عندي كده قديمة أو حتى كمان برضه ما لهاش إخوات، وكل بس اللي إحنا هنعمله فيها إن أنا هابتدي إن أنا أشيل الجزء اللي فوق وكمان برضه الجزء اللي تحت، وهنفتح بقى الشراب بتاعنا. وبعد كده هابتدي إن أنا أعمل بس كده قصاقيص صغيرة جدًا، بس مش هنوصل بقى هنا للنهاية، هاسيبها كده فيها زي ما إحنا شايفين، وهابتدي برضه إن أنا أكمل بنفس الطريقة. وزي ما قُلنا ممكن جدًا نستخدم أي شرابات عندنا. هنمشي بقى عليها كلها زي ما إحنا شايفين لحد ما نخلصها برضه كلها. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا انزلي كده حطي لايك جميل زيِّك، وكمان اكتبي لي كده بتتابعيني من أي بلد. جِبت هنا كمان شراب تاني وبرضه نفس الفكرة، الشراب التاني بقى ده هيكون برضه لون تاني، وزي ما إحنا شايفين هابتدي برضه إن أنا أعمل فيه نفس اللي إحنا عملناه في الشراب الأولاني، ده هيكون بقى الشكل عندنا. طيب بعد كده بقى هنعمل إيه، شايفين بقى دلوقتي الجزء اللي إحنا عملناه في الأول خالص، هابتدي بقى إن أنا أجيبه وبعد كده أحط هنا شمع من فوق، وبعد كده بقى نثبِّت طبعًا الجزء اللي إحنا عملناه من الشرابات بتاعتنا. المسدس حلو أوي، وكمان برضه لو حابين نستخدم هنا بقى الإبرة والخيط ما فيش مشكلة خالص. بعد كده هابتدي بس إن أنا أرفع بقى الشراب بتاعي ده أو الجزء بتاعي ده ناحية فوق، وهانزل بقى هنا تحت ونفس الفكرة برضه هابتدي أنا أثبِّت جزء تاني برضه بنفس الطريقة. طيب لو ظهر بقى عندي زيادة هنا ما فيش مشكلة خالص، المقص بتاعنا موجود هنشيلها ونستغنى عنها خالص. كده خلاص عملت 2، حبيت كمان برضه إن أنا أعمل واحد تالت علشان طبعًا يكون الشكل عندنا مضبوط ويكون أحلى وأحلى. بس الأول كده حبيت إن أنا أعمل الخطوة دي زي ما إحنا شايفين كده، هابتدي برضه إن أنا أشد كده الأجزاء بتاعتي علشان تديني شكل حلو، زي ما إحنا شايفين الشكل هيفرق تمامًا. هامشي بقى عليها كلّها لحد برضه ما أخلّصها كلّها، وبعد كده برضه زي ما قُلنا هاثبِّت كده واحد تالت عشان الشكل عندنا برضه يكون مضبوط. طيب كده خلاص بقى ثبِّتنا الشرابات بتاعتنا والدنيا كلّها تمام. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أشوف بقى حاجة تانية إن أنا أعمل بيها إيد الشنطة، وحبيت هنا بقى إن أنا أعمل إيد الشنطة بخيط المكرمية. كل بس اللي إحنا هنعمله هاجوزه كده على 2، وبعد كده هابتدي بس إن أنا أعمل عقدة بسيطة جدًا الناحية دي، وكمان برضه عقدة برضه بسيطة الناحية التانية. بعد كده هابتدي إن أنا أفتّح بقى كل الأجزاء بتاعتي دي علشان طبعًا تدّيني كده شكل أحلى وأحلى. الموضوع سهل جدًا، جدًا وما فيهوش أي صعوبة خالص زي ما إحنا شايفين مع بعض. ده هيكون بقى شكلها، هتدّيني كده شكل الشراشيب، هتكون حلوة أوي. نفس بقى اللي عملناه كده في الجزء الأولاني برضه هنعمله الناحية التانية برضه بنفس الطريقة، ده هيكون بقى شكلها. نجيب بقى دلوقتي الشنطة بتاعتنا والإبرة والخيط نخيطها من الناحية دي وكمان برضه من الناحية التانية، وزي ما إحنا شايفين مع بعض ده هيكون شكلها. على فكرة هتاخد حاجات كتيرة جدًا وممكن طبعًا نحط فيها أي حاجة إحنا حابينها. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهارده، حطوا بقى كده لايك جميل لتاني فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندي النهارده. وتالت فكرة عندنا النهارده برضه هنستخدم فيها أي شرابات عندنا تكون قديمة وبرضه ما إحناش محتاجينها. جبت هنا قطعة كرتون وبعد كده كان عندي برضه لمبة قديمة، كل بقى اللي أنا هاعمله هنا إن أنا هاخد بس كده الجزء بتاع اللمبة بتاعتي من فوق، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّتها بالشكل ده، وهاخد برضه المقاس بتاعها. وبعد كده بقى هاشيل كل الزيادة اللي إحنا طبعًا مش محتاجينها خالص دي من طبعًا قطعة الكرتون اللي معانا، وده هيكون بقى الشكل اللي إحنا محتاجين نوصل له. نجيب بقى الجزء بتاع اللمبة بتاعتنا، وبعد كده هابتدي بس أول حاجة إن أنا أثبّته هنا، وكان عندي هنا الرول ده هابتدي برضه إن أنا أستخدمه وهاثبّته بقى من ناحية فوق زي ما إحنا شايفين مع بعض. عندي هنا بقى الشراب ده كان كبير شوية زي ما إحنا شايفين، هابتدي إن أنا أدخّله كده في الجزء اللي إحنا عملناه مع بعض ده. كل بقى اللي هنعمله في المرحلة دي إن إحنا هنشد الشراب كويس جدًا. لإني مش محتاجاه خالص إن هو يكون مهوي، فهابتدي إن أنا أشد كده لحد ما نوصل طبعًا للنهاية بتاعته، وبعد كده كل الزيادات دي هابتدي بقى إن أنا أدخّلها من ناحية جوّه. ممكن كمان برضه إن أنا أثبّتها من جوّه بالشمع إذا حابين، وكمان برضه الجزء اللي هيكون ورا برضه أثبّته كده بنقطتين شمع. خيط بقى المكرمية أو حتى كمان أي خيوط متوفرة نستخدمها ما فيش مشكلة خالص، وهابتدي بقى إن أنا أثبّت أول حاجة الخيوط بتاعتي بالشكل ده في الجزء اللي قدّام. واحدة كده الناحية دي، وبعد كده بنوصل برضه الناحية التانية، وبعد كده أرجّعها تاني، فهتلاقوها على فكرة خلصت معانا بسرعة جدًا. هاجي بقى من تحت هنا وهابتدي برضه إن أنا أكمّل برضه بنفس الطريقة لحد ما الجزء اللي عندنا ده بقى يتدرى خالص. لسه الخيط معانا، فهابتدي بقى إن أنا أمشي كده وأعمل تحديدة بس بسيطة كده بالشكل ده، وبرضه التحديدة دي هابتدي إن أنا أعملها كذا مرّة، طبعًا لو حابين. أمّا لو حابين نعملها مرّة واحدة بس ما فيش مشكلة خالص. هنا أنا حبيت إن أنا أكمّل برضه علشان برضه تدّيني شكل أحلى وأحلى. وممكن طبعًا نستخدم أي ألوان تانية إذا حابين، مش لازم خالص برضه نلتزم بألوان معيّنة. هاجي من فوق هنا وبرضه هابتدي إن أنا أستخدم نفس الخيط اللي معايا، وهنا بقى هابتدي إن أنا ألفه كده حوالين نفسه لحد ما نوصل للنهاية. الجزء بقى اللي تحت هنا حبيت بس إن أنا أرسم أو أعلم لنفسي كده تعليمة بسيطة جدًا علشان طبعًا أمشي عليها. هاحط الشمع بتاعي وهابتدي كده إن أنا أكمل برضه بنفس الطريقة اللي إحنا عملنا بيها طبعًا الجزء اللي فوق. هتخلص معانا بسرعة جدًا، جدًا، ما نقلقش خالص، ومش هتاخد معانا ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة.
بعد كده هاعمل ضفيرة بسيطة أوي، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أرسم رسمة بالشكل ده على علامة في، وبعد كده هابتدي إن أنا أقص هنا الزيادة بتاعة الضفيرة بتاعتي، وبعد كده أثبتها بس بنقطة شمع كويسة، وبعد كده أبتدي برضه إن أنا أكمل. هاروح الناحية التانية وبرضه بنفس الفكرة هابتدي إن أنا أحط الشمع بتاعي، وبعد كده برضه هابتدي إن أنا أكمل. نشيل برضه الزيادة اللي إحنا أكيد برضه ما إحناش محتاجينها دلوقتي، ونقفل هنا بقى الجزء ده بجزء تاني كده برضه من الضفيرة علشان تدينا شكل أحلى وأحلى. من فوق بقى هابتدي برضه إن أنا أكمل، وجزء تاني كده برضه، وبعد كده طبعًا أثبته بالشمع. هنا بقى حبيت برضه إن أنا أحدد الجزء اللي فوق خالص ده علشان الدنيا كلها تكون لايقة على بعضها. هنا بقى الزيادة اللي عندي دي هابتدي أدخلها ناحية جوه برضه بنقطتين شمع كده كويسين، مش هنقص بقى أو أي حاجة. وحبيت برضه كده إن أنا أحط هنا أي فصوص عندنا علشان الدنيا تظهر أكتر وأكتر، وزي ما إحنا شايفين مع بعض الشكل عندنا هيختلف تمامًا. تعالوا بقى دلوقتي كده نشوف هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. هاستخدمها بقى بالطريقة دي، فكرة حلوة جدًا وكمان عملية وكمان شكلها حلو أوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلًا يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة لو أنتم النهارده لسه مرة بتشوفوني، وطبعًا هاستنى تعليقاتكم الجميلة وعايزة أعرف طبعًا إيه أكتر فكرة عجبتكم أكتر، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.